السلام عليكم. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض وصفه، مش عايزه اقول لكم رهيبه، وصفه خطيره، وصفه حلوه جدا، بجد تحفه. اتمنى بجد ان انتوا تجربوها. هنعمل مع بعض النهارده خبز التميس الافغاني او الخبز الايراني او الخبز السعودي. بصي، ايا كان المسمى بتاعه، هي الوصفه تحفه 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 بجد بجد. فاتك كتير لو انتي لسه ما جربتيهاش. بصراحة أنا عملتها وعجبتني جدا، فقلت لازم أعملها كده معاكم. وصفة خبز حلوة قوي، مكوناتها بسيطة جدا ولذيذة، طعمها روعة فوق ما تتخيلوا. المكونات بسيطة وموجودة عندك في البيت، الطعم كده غني ومميز، مكوناتها أبسط مما تتخيلوا، وهتديكي النتيجة القمر دي. يلا كده نسمي الله ونشوف هنعمل الوصفة النهاردة ازاي. أول حاجة كده في بولة أو في طبق عميق، وهننزل بمعلقة كبيرة من الخميرة، عليها معلقة كبيرة من السكر، وكوباية من المية الدافية. وضروري المية تكون دافية وما تكونش سخنة قوي وما تكونش ساقعة قوي. ما تكونش سخنة علشان ما تموتش الخميرة، وما تكونش ساقعة علشان الخميرة تنشط معاكي بكل سهولة. تمام. هنغطيها كده في كيس وهنسيب الخميرة تنشط عشان نتأكد من جودتها. وفي بولة بقى كده، وهننزل بأربع كوبايات من الدقيق. طبعا الدقيق لازم يكون منخول، انا نخلته قبل ما اشتغل معاكم. وهنا الكوبايه بتاعتي اللي استخدمتها 200 ملي، يعني تقدري تستخدمي كوب الشاي العادي. وعندي هنا معلقتين كبار من اللبن البودر، عليهم رشه ملح صغيره. وهنقلب بقى كده المواد الجافه كلها مع بعض، وهننزل بمعلقتين مليانين كده من السمنه. اي نوع سمنه متوفره عندك هتستخدميها، ان شاء الله هتديكي نفس النتيجه. تمام. هنبس بقى كده السمنه مع الدقيق. هنفرك السمنه في الدقيق كده لحد ما السمنه تختفي. لو مش متوفر عندك اللبن البودر تقدري تستغني عنه، هتستخدمي بدل المية في العجنة هتستخدمي كوباية من الحليب. وعندي هنا الخميرة بتاعتي بعد ما سبتها حوالي كده 10 دقايق، ما شاء الله الخميرة بتاعتي نشطت وتفاعلت. هننزل بقى بيها على المواد الجافة، تمام، او على الدقيق. وهنعجن بقى زي اي عجينة عادية خالص. وهتشوفي بقى العجينة معاكي محتاجة سوائل او مش محتاجة سوائل على حسب نوع الدقيق اللي انتي بتستخدميه، لان طبعا نوع الدقيق بيختلف من مكان لمكان. في نوع دقيق بيشرب سوائل اكتر من نوع التاني. فانت بتشوفي العجينة كده في ايديكي وبتختبريها. انا عندي هنا العجينة احتاجت حوالي ربع كوباية من المية كمان. وتعجني بقى العجينة كويس جدا. والمرحلة دي بقى بصي مهمة جدا، انا عايزة العجينة كده ناعمة وطرية، مش عايزاها ناشفة قوي ومش عايزاها طرية قوي. بصي العجينة في ايديا عاملة زي قطعة الملبن، تحفة ما شاء الله. هغطيها بقى بكيس وهنسيبها كده في مكان دافي تخمر. وكده العجينة بتاعتي بعد ما خمرت، لان الجو دلوقتي حر، يعني خدت حوالي كده نص ساعة. ما شاء الله العجينة تحفة. همسكها كده بقى وهخرج الهواء منها، وهنزل بيها على الرخامة. وهنقسمها بقى كده لثلاث قطع. حاولي على قد ما تقدري تخلي قطع العجين كلها متساوية. وطبعا انتي بتتحكمي في حجم الخبز بتاعك، تقدري تعمليهم على 2، تقدري تعمليهم على 3، على حسب طبعا الحجم، على حسب ما تحبي. هنغطيهم بقى كده وهنسيبهم حوالي كده 10 دقايق بس يرتاحوا عشان يتفرد معانا بكل سهولة. وهنجهز بقى الصينية اللي هنشتغل فيها. مسحة خفيفة كده من السمنة وتدهني بقى الصينية. بصوا العجينة تحفة ما شاء الله، بتتفرد بايدينا بكل سهولة، مش محتاجة نشابة. وبتفردي بقى كده من جوه لبره. اهم حاجة بقى كده وانت بتعجنيها، حاولي تخلي سمكها كل واحد او ارتفاعها كل واحد، ومن جوه لبره وبتفردي العجينة. وحاولي ما تخليهاش سميكة قوي لان هي لسه هتخمر مرة تانية. اظن مفيش اسهل من كده. وهتغطيها في المرحلة دي وهتسيبيها شوية كمان تخمر. وكده بعد ما خمرت بايديكي بقى كده او بالشوكة، وهتعملي الفتحات اللي انت شايفاها دي، او هتخرمي كده العجينة بالشكل ده. ما شاء الله العجينة مرنة جدا. عايزة اقول لكم انا لسه ما سويتهاش وطالعة ريحة العجينة خطيرة. ومسحة خفيفة كده من اللبن على وش العجينة. عايزة اقول لكم اللبن بيخلي شكلها تحفة وبيديها لمعة حلوة قوي، وكمان بيخلي طعمها غني جدا. عندي بقى هنا حبة البركة، تقدري تستخدمي سمسم او تقدري تعمليها سادة، بس حبة البركة بتديها طعم حلو قوي ونكهة حلوة جدا.
ويلا بقى عشان نسويها مع بعض. بتسويها طبعا على فرن سخن جدا. لازم تدخليها وتشغلي الفرن والشوايه مع بعض. لو الشوايه والفرن مش بيشتغلوا عندك مع بعض، هتشغلي الفرن من تحت. اول ما تبدا تلون كده هتشغلي الشوايه. وكده انا سويتها وخرجتها من الفرن، وبقطعه من الزبده بقى، وهتمسحي وشها تديها لمعه حلوه جدا. لو انتي مش حابه الخطوه دي هي اختياري. وهتغطيها بقى بفوطه وهتسيبيها حوالي كده 10 دقايق. ما شاء الله طالعه طريه جدا وتحفه. لازم تجربوها وتحكموا بنفسكم على الطعم. رهيبه رهيبه رهيبه. اتمنى بجد ما تنسوش تضغطوا اللايك لو انتوا لسه بتشوفوني لحد دلوقتي. حلوه جدا بقى الفطار الصبح او العشاء، مع كوبايه شاي بحليب كده. تقدري تاكليها كده ساده من غير اي حاجه، لانها بجد طعمها غني جدا. اظن الشكل بيتكلم عن نفسه. حلوة قوي وطعمها حلو جدا. اتمنى بجد ان انتوا تجربوها، واستنوني في فيديوهات تانية كتيرة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.